بودكاست جديد من بابز، وطبعا استكمالا للسلسله اللي بتقدمها بابز واللي بتستهدف الطلبه والخريجين وتوفر لهم معلومات مناسبه لسوق العمل. النهارده معانا ضيف عزيز وهيكلمنا في موضوع مهم جدا، وهو ازاي تبقى ترينر، ازاي تبقى حد بتقدر تديليفر معلومات، ازاي تبقى حد انستراكتور. وطبعا خبره كبيره جدا، اكتر من 8 سنوات في مجال التي او تي وتدريب المدربين، وبتشتغل في اكتر من مكان. وطبعا هي هتعرفنا بنفسها. خلينا نرحب طبعا بضيفتنا العزيزه استاذه ياسمين. اهلا بك يا فندم. اهلا بك استاذ ايمن. منورانا طبعا في البودكاست في بابز، واعرفينا كده يعني بتعملي ايه واخبار التي او تي ايه، ونبدا بقى الحوار بتاعنا ان شاء الله. تمام. انا ياسمين احمد، خبره في المجال 8 سنين. كان ال8 سنين بتوعي مختلفين تماما، ما بين ان انا بدرب في جامعات مصريه وما بين ان انا بدرب في كذا اكاديمي، وموجوده في بعض الاكاديميات اللي بقدم فيهم مجال، بس ده مجال تخصصي الاساسي يعني. حلو قوي. طيب لو انا النهارده بفكر ان انا ابقى ترينر، ابقى انستراكتور، ايه الستبس او الخطوات اللي انا اعملها اللي انا اقدر اخش المجال ده؟ تمام. خلينا بس في الاول نوضح ما بين الترينر وبين الانستراكتور. كنت هسألك السؤال ده. حلو. الانستراكتور حاجه والترينر حاجه ثانيه خالص. ايه الفرق ما بينهم بقى؟ الترينر الشخص بيديك معلومه وبيشتغل عليها معاك وكل حاجه، ما فيش اي مشكله، بس هو مسؤول في الاخر ان هو يخليك تطبق ده. حلو قوي. او يعني زي انت لازم تكون مدرب، فبخليك تقف مكاني وتمارس. أوكي. وتشوف الاخطاء وتعرف ازاي تكون ترينر. حلو قوي. بس مش مجرد انا بديك المعلومه، ولكن الانستراكتور هو مسؤول، هو بيديك المعلومه بس، يعني معرفه، مجرد معرفه، مش بيعمل الجزء العملي او البراكتيكال معاك. بالظبط. الجزء العملي عنده يعني مفقود بنسبه 70-80%. حلو قوي. طيب الاثنين نفس السكيلز ولا مين؟ يعني في حد لا بيبقى عنده سكيلز اكتر من الثاني؟ الترينر السكيلز بتاعته اعلى بكتير. اعلى. طيب ممكن تكلمينا كده ايه السكيلز الزياده، او يعني عموما ايه السكيلز اللي بتبقى في الترينر وفي الانستراكتور؟ تمام. الترينر مسؤول بشكل كبير عن الانستراكتور، ان هو يخلي الشخص مميز او يخليه مسؤول عن مكانه معينه، او لما يبقى ترينر يعرف ازاي يواجه الجمهور. ولكن الانستراكتور لا، بيبقى اقل شويه، يعني بيبقى مسؤول في مواقف معينه، او في مسؤول عن السكيلز بس مش بيطبقها مع المتدرب. طيب احنا كده عرفنا الفرق ما بين الترينر المدرب اللي هو بيقدم المعلومه، بلس كمان اللي بيخلي الناس تطبق ده ويتاكد ان هم يقدروا ينفذوا اللي هم اتعلموه. وقلنا الانستراكتور دوره انه بيقول المعلومه بس، صح كده؟ معرفه. وانت قلتي ان الترينر بيبقى سكيلز اعلى. طيب لو رحنا بقى لحاجه يعني قلنا بقى، رجعنا للسؤال اللي قبل ده، ايه الستبس اللي انا المفروض اعملها علشان ادخل المجال ده عموما، سواء كنت ترينر او انستراكتور؟ هو لازم ياخد سكيلز، بس مفيش اي حاجه هيقدر يشتغل عليها الا لما يمارس. لا انا قصدي الستبس، يعني في ايه كورسات اللي ياخدها، ايه الدراسات اللي الكورس الاساسي تي او سي، تدريب مدربين، تريننج اوف ترينرز. طب كلمينا عنه كده، يعني بين حضرتك بتقدميه في اكتر من مكان. مش الكورس ده عامه بيشتغل حاجات كتير قوي، مش جزئيه معينه، مش مجرد جزء نظري، بالعكس هو بيعلم الشخص ازاي يقف قدام الجمهور، ازاي يعرض الماده العلميه، وازاي يعمل الماده العلميه، لان الماده العلميه يعتبر هي الاساس ما بين المتدرب وما بين المدرب عشان يقدر توصل له المعلومه. ازاي يتعامل مع اشخاص مختلفين ويشوف المشاكل ما بينهم ويقدر يحلها، او مع صح يكون شخص ملزم في حل المشاكل مع المتدربين. ده بيبقى قد ايه مدته، قد ايه الكورس ده عشان يكون شخص مؤهل بشكل كويس؟ يعني أيوة. على الاقل شهرين، يعني شهرين كاملين دراسه. بيبقى فيه اكتيفيتيز خلال الكورس ولا بيبقى كله نظري بس؟ يعني لا بيكون في اكتيف، في ورشه عمل، اسلوب الحوار، اسلوب المناقشه، العصف الذهني، بعض الانشطه التدريبيه اللي بنقوم بيها عشان نخلي المتدرب يقدر ان هو يعني يتناقش معانا او يستوعب كويس احنا فين، او المفروض احنا نوصل لفين دي. يعني طيب لو جينا اتكلمنا في بعض السكيلز دخلنا فيها بالتفصيل اكتر، مثلا لو اتكلمنا عن الماتيريال، ازاي تعمل برزنتيشن. انا عارف انه يمكن برضو بيقابلني ده، وانا لما باجي ادرس الناس بتبقى فاكره انه الراجل الانستراكتور هو صحي الصبح وقف قدام الناس بدا يشرح، ده اللي بيعمله. لكن في البريباريشن، المرحله دي مهمه جدا، انك تحضر الماتيريال تبقى موافقه للبروجرام اللي انت بتقدمه بالظبط. فكلمينا كده ايه، برضو احنا عايزين نستغل خبرتك طبعا اكيد، فقول لنا كده التكات اللي احنا نقدر نفوكس عليها في موضوع انك تعمل ماتيريال بشكل بروفيشنال. اول ما ابدا اشتغل في الماتيريال لازم اعرف حاجه مهمه قوي، احتياج اللي قدامي ايه. لان ممكن اتناقش في حاجه عكس احتياجه تماما. لازم اعرف في الاول مين اللي قدامي، فئه سنه قد ايه، هو محتاج ايه، جاي النهارده يتعلم ايه، ببدا ان انا اشتغل عليه. طبعا ما بين الحاجه اللي احنا بنعرضها للمتدربين اللي هي الجزء النهائي من الماتيريال، الحاجه المصغره اللي هو بيستوعب منها المعلومات دي، وراها حاجه اساسيه هي الحقيبه التدريبيه بتاعتنا. الحاجه اللي زي ما بنقول اللي هي مستخلصه من الجزء الاساسي اللي احنا بنشتغل معاه. يعني خلينا نتفق على نقطه مهمه، وانت يعني اكدي معايا النقطه دي ان كانت صح او غلط. هل كل اللي بيشرحه الانستراكتور المفروض يبقى موجود في الماتيريال، ولا بيبقى هيدلاين ودورك انك بتكمل الحاجات اللي موجوده في الماتيريال؟ يعني حتى لو انت يعني لو ده انت في شغلك بتعملي ايه مثلا؟ الاجزاء اللي احنا بنشرحها ما بتكونش موجوده كلها في الماتيريال، صح كده؟ او بتكون عناصر او حاجات اساسيه اللي بخلي المتدرب يرتكز عليها او يفهمها ويستوعبها كويس، وانا اللي بكمل له الطريق او بديله في نهايه الفكره الاساسيه اللي هيشتغل عليها. طيب يعني موضوع الستوريز بيبقى حلو قوي،
في البودكاست. ف يعني عايزك تقول لنا كده ايه المواقف اللي قابلتك في موضوع في التدريس في موضوع التي او تي، بحيث ان احنا ناخد منها يعني دروس او نخلي بالنا اللي بعد كده، يعني سواء كانت اخطاء بتقابلك كنت بتعالجيها ازاي، كانت في اتشيفمنتس ناس ما كنتش متوقعه ان هم يعملوا الاداء ده. فكلمينا كده ايه ممكن المواقف اللي قابلتك في طيب هو اولا اكتر مواقف متعبه بالنسبه لنا مواقفنا مع المتدربين. ايه بقى في الموقف المفاجئ اللي هو ممكن يكون متدرب داخل يعمل مشكله، او متدرب داخل مش عاجبه سلوك معين او اسلوب معين فيفرض سيطرته على المتواجدين. بس نكون متفقين. طب بتعملي ازاي؟ بنتعامل معاهم، بنحاول نشوف مشكلتهم فين، يا اما في وقت البريك او بعد السيشن، او الاداره بتتواصل معاهم او انا بتواصل معاهم شخصيا نشوف المشكله فين. حاجه قدرنا بنحلها مفيش مشكله. طبعا بما اننا بندي تدريبات اونلاين بتواجهنا مشاكل كتير طبعا، اكيد انت عارف سامع الصوت بالظبط، وحد بقى بيفتح حماد غصب عنه ومش عارف في حد بيعمل اكل وراه تقريبا بالظبط، ومحدش واخد باله وحد فاتح الكاميرا. ايوه بالظبط. فدي محتاجه برضو اداره مننا بشكل كبير ان احنا نقدر نديرها كويس، عشان الاونلاين مشاكله كتير جدا. وعلى فكره كمجالنا اساسي بيبقى صعب قوي ان انا اخلي اللي قدامي يمشي معايا جزئيه ويوصل في الاخر نتيجه نهائيه صح. طيب يعني احنا عايزين نطلع من البودكاست النهارده كاتبين زي ستيبس او خلاصه، بنقول لو انت النهارده قررت انك تشتغل في مجال انت حابه وعايز تبقى ترينر فيه او انستراكتور، هتعمل من النهارده هتطلع تعمل 1 2 3. لو حابب تكتب لنا كده خطوات او بوينت معينه نمشي عليها لحد دلوقتي بيتفرج علينا وشوفنا وخلاص قرر انه يخش في الفيلد ده، يعمل ايه؟ تمام. اول حاجه هو لازم يعرف المجال اللي هيتخصص فيه، سيلز، ماركتنج، جرافيك ديزاين، تي او تي، سوفت سكيلز، ايا كان. بيبدا يشوف الفئه اللي هيشتغل عليها في المجال ده. يعني ما ينفعش يعمل ماتيريال او يشتغل بدون ما يعرف الفئه اللي هيشتغل عليها. لا انا قصدي يعني ايه اللي هو عايز يتعلم الاول؟ ما انا هيبدا بقى يتعلم. هو خلاص هو يعني بدايه من مرحله التعليم انا كل حاجه لا هو خالص هو بيدرس بياخد سكيلز على قد ما بيقدر. حلو قوي. تي او تي لازم ياخده اساسي اكتر من مكان واكتر من مره، لان التي او تي بيتقدم بطرق مختلفه ومش بطرق موحده تماما. كل ترينر بيركز على حاجه معينه. ممكن تلاقي ترينر بيدي شهرين كاملين بيركز على المتدرب، ازاي تتعامل مع المتدرب، ازاي تجذبه، ازاي تشتغل معاه. ترينر تاني تلاقيه بيشتغل لك على البادي لانجوج، ازاي. طب انا برضو موضوع البادي لانجوج انا برضو عايز تدينا هنت عنده او تدينا بريف سريع برضو، ايه اللي في البادي لانجوج المفروض الناس تاخد بالها منها؟ البادي لانجوج هي بعض الحركات الجسديه اللي ما ينفعش يعملها امام المتدربين تماما. هي مثلا بتدل على اللي هو مثلا وهو بيشرح يمسك ايده كده، عينه بتروح وتيجي كتير وهو بيشرح، يتحرك بشكل حركه البندول بمسافه واحده وهو قدام المتدربين، ده بيسبب لهم نوع من الملل او التوتر. يفضل ثابت على شاشه العرض او البرزنتيشن ما يتحركش، دي برده من السلبيات. بعض الحاجات اللي هو بياخدها ما ينفعش يعملها قدام المتدربين، ولكن ساعات بيجي علينا الوضع ان في قاعات تدريبيه زي قاعات الاجتماعات، فانا ملزمه بمكان. كنت لسه هقول لك انا لما بروح اعمل تريننج بسال الروم بالزبط. هل هي حرف يو ولا هي تيبلز ولا ايه بالظبط، فلانه بتفرق فعلا في الحركه بتاعتك في الاي كونتاكت في كل انا بقى مكاني، يعني مطالب مني ان انا في مكاني بشتغل بقى على نبره صوتي وعلى توصيل المعلومه اللي قدامي، مش مطالب مني بادي لانجوج خالص في الموقف ده. بس الجزء ده محسوب علي، نظره العين، حلو قوي، حركه الراس، الحاجات دي كلها محسوبه عليها في البادي لانجوج. ولكن لو انا في قاعه عاديه ما بين متدربين قاعدين بعدد ايا كان المتواجد، فبتحرك عادي البادي لانجوج الصحيحه بدون شوشره عليهم. طيب المتدرب اللي بتلاقيه اثناء الشرح كده تلاقيه راح سرح مش مركز، بتعملي ايه؟ يا اما بساله سؤال او بدخله في ورشه عمل، او ممكن نعدي الموقف شويه ويجي وقت ان حد يقوم يعرض مكاني، بعدي فرد 2 3 وبجيبه هو يقف مكانه ويشرح، مش مشكله. ما بيتسابش يعني. ما بيتسابش. طيب انت قلت لنا نرجع تاني للبلان اللي احنا هنعملها للترينر. احنا قلنا اول حاجه هياخد كورس التي او تي، وانت قلتي انه التي او تي بيختلف من مكان لمكان، هو حسب بيركز على ايه بالظبط. بعد ما يخلص ايه تاني ممكن يعمله؟ هو بياخد سكيلز على قد ما بيقدر عامه، لان زي ايه مثلا السكيلز دي يعني اداره الوقت، التخطيط، الاداره، اي حاجه فيها سكيلز لازم ياخدها، لان التي او تي اصلا انا كترينر لازم يكون عندي السكيلز دي كلها ما فيهاش شك. يعني انا لو ما عنديش اداره للمشاكل او اداره للازمات اللي موجوده في التدريبات او اللي بتحصل مع المتدربين، فبالتالي التدريب بتاعي هيفشل. طيب ينفع حد يدرس او يشرح ما يكونش واخد تي او تي؟ ممكن بالممارسة. بس مش هيكون يعني هيبقى في برضو عنده نقط فقد كتير. هو ممكن يكون بحكم خبرته مثلا في مؤسسه كان موجود او في شركه فمارس المهنه بشكل حر، ولكن اكيد هيبقى عنده نقط فقد شويه. طيب يعني لو هنا قلنا اهم سكيلز تبقى موجوده في موضوع التي او تي، انك هاو تو ريبريزنت، تعرف تقف وتريبريزنت وتديليفر المعلومه، لازم وممارسه، دي اهم حاجه. هو مستحيل يوصل للمرحله دي الا لما يمارس مره واثنين وثلاثه. مثال
انا دلوقتي مثلا مارست التدريب بتاعي في شركه معينه، طبعا نظام الشركات بيكون مختلف تماما عن المؤسسات. ما ينفعش اروح المؤسسه امارس بنفس النظام، صح. ما ينفعش اخرج بره بشكل حر، او ان انا مش تابعه لاي مؤسسه وبشتغل بطريقه كده معينه اتبع النظامين. فبالتالي الممارسه في كل مجال بتخليني موجوده بشكل مختلف. صح. زي كده مثلا هات ترينر بيشرح في قاعات تدريبيه وخليه يشرح اونلاين، هتلاقي عنده فقد. ثابت قدام الكاميرا، او طبعا شخص ثابت قدام الكاميرا بيعرض ماتيريال، بيوصل معلومه، نبره صوته محسوبه جدا، النهجان، اللجلجه اللي ممكن تحصل. ولكن الاوفلاين هو ممكن يعمل اي حاجه، صح. يتعامل مع متدرب، يجذبه، يوقفه مكانه يعني. لكن الاونلاين هو الوحيد اللي بيتكلم. انا فعلا ما بحبش الشرح الاونلاين زي الاوفلاين بتبقى عندك مساحه اكتر انك تقدر تعمل حاجات اكتر كتير. طيب بنسمع برضو حاجات لطيفه، يقول لك والله الموضوع انا يعني واحد معاه شهادات دوليه في مجالات كتير وعنده النولج كتيره جدا، بس يقول لك والله اصل موضوع التدريس وموضوع ده بيبقى تالنت، موهبه. هل ده صح فعلا؟ هي في البدايه بتبقى شويه موهبه، او ان هو حابب المجال، لان هو بالتالي لو في الاول هو شخص خجول مش عارف يعمل حاجه. اوكي. يعني هي بس مش دراسه، لازم يكون عندك التالنت ان انت تقدر تعمل زي ده. وبعدين بتتم الدراسه طبعا بناء ان الشخص ده فاهم او عارف هو هيتكلم، بس بيتوجه التوجيه الصحيح. حلو قوي. طيب والله احنا نفسنا طبعا البودكاست يبقى اكتر من كده ويبقى اكبر من كده، بس احنا مش عايزين نعطل حضرتك اكتر من كده. شرفنا جدا بالبودكاست ده، ولو عايزه تقول لنا حاجه كده في اخر البودكاست يعني اتفضلي. بس انا عايزه اوجه نصيحه، ان عامه لما بنيجي ناخد كورس معين او نيجي ناخد سكيلز معينه، ما بتتوقفش ان انا لازم اشتغل بيها في نفس المجال، ولكن ممكن اواجهها بطرق تانية. مثال، انا بيجي معايا ناس كتير في التي او تي مش عايز تشتغل ترينر خالص، او التوجه مش بتاعها تماما، ولكن هم عايزين يقدموا محتوى، عايزين يعملوا حاجه السوشيال ميديا، عايزين يشتغلوا بطريقه معينه. فالشخص زي ما بياخد الحاجه يوظفها على حسب امكانياته، ويوظفها على حسب الحاجه اللي هو عاوز يشتغل عليها، وهيطلع بنتيجه كويسه. مش شرط ياخد الحاجه يشتغل في نفس تخصصه. طيب قول لنا بقى في اخر البودكاست، في اماكن معينه انت بتشتغلي فيها او بتريكومند، او يعني هل انت عندك اصلا بلاتفورم ولا انت بتشتغلي في اماكن مختلفه؟ انا موجوده في بعض المؤسسات اللي بدرب فيها وبعض الشركات. انا كنت بتاهيل قبل كده تبع بنك مصر والبريد المصري وشركه اندومي وبعض الشركات، كنت موجوده معاهم في التدريبات دي، وحاليا موجوده في بعض الاكاديميات الخاصه يعني وبعض الشركات. طيب وان شاء الله هنحط في لينك البودكاست اللينكات بتاعه الاستاذه ياسمين في اخر البودكاست. بنشكركم جدا، شرفتونا، واستنونا في بودكاست جديده من بابز. شكرا.